عصارة الحلزون اللي هتديكي البشرة الزجاجية اللي كل دلوقتي بيتكلم عليها، وكمان هتدي لبشرتك حياة جديدة. Advanced Snail 96 ميوسين باور إسنس، وده من شركة كورية اسمها كوزار اكس. طب يعني ايه بقى أصلا عصارة الحلزون دي؟ لا ما تخافيش كده، هما أكيد يعني مش بيعصروا الحلزون ولا حاجة. الميوسين دي هي المادة اللي الحلزون بيفرزها وهو بيتحرك عشان يرطب نفسه ويقدر كمان يتحرك، ودي كان اليونانيين زمان بيستخدموها في منتجات التجميل بتاعتهم. واللي اكتشفوه بقى قريب إن مادة الميوسين دي مليانة بمكونات مغذية ومعالجة للبشرة زي الكولاجين والإلاستين والجلايكوليك أسيد. ومادة الميوسين دي موجودة في الإسنس بتركيز 96%، وهشرحلك إزاي مادة الميوسين دي هتجدد بشرتك وتغيرها وتحللك كل مشاكلك. ده غير كمان الهيالورونيك أسيد اللي بيرطب البشرة، وكمان في الألانتوين والبنتينول، ودول بيهدوا أي التهاب في البشرة. طب يعني بقى عصارة الحلزون دي هتعمل إيه يعني بالظبط في بشرتك؟ أول حاجة هترطب بشرتك بعمق جدا وتملى أي فراغات موجودة بين خلايا بشرتك، فبكده بتحارب كل علامات تقدم في السن والتجاعيد، وبتجدد البشرة، فبتحسن مظهر وملمس البشرة وبتخليها أكتر نضارة ومنورة أكتر، وكمان بتوحد لونها وبتشيل أي بقع أو علامات. وتستخدميه إزاي؟ بعد ما تغسلي وشك كويس حيتي شوية من الإسنس على إيدك ودلكيها على بشرتك بالراحة، واستني لحد ما بشرتك تتشربها. وهو بيكون لازق شوية، بس أول ما تحطيه على بشرتك مش هتحسي بكده خالص، لأن البشرة تمتصه بسرعة من غير ما تسيب أي أثر على بشرتك، وبعدين تقدري تكملي باقي روتينك عادي. الإسنس حجمه 100 ملي، بس طبعا الموضوع مش بالبساطة دي، ولازم يكون فيه شوية عيوب، زي إنه مش متوفر في أي مكان، ولو لقيتيه فهو بيكون سعره عالي شوية. وفي كمان ناس ممكن يكون عندهم حساسية من مادة الميوسين. لو بقى مش حابة تستخدمي أي مادة طالعة من حلزون، بس في نفس الوقت نفسك تجربي المنتجات الكورية ومحتاجة سيرم مرطب قوي لبشرتك يرجع لها النضارة والحيوية، يبقى شوفي الفيديو ده عن سيرم ريتش بيجي بالهيالورونيك أسيد. ولحد ما أشوفك في فيديو جديد قريب، خلي بالك من بشرتك. سلام.